هيروح فين؟ لا جميل. ميرسي، جميل. ربنا يخليك. يمكن احنا بنقول احنا عايزين نغير أكيد. 200 شاب في محافظة الجيزة، ولد وبنت، قاموا بدور فعال مع محافظ الجيزة من خلال تنظيف بعض الميادين العامة. تمام. هل احنا ممكن نقوم ده اكيد في المحافظات الأخرى؟ اكيد طبعا. محتاجين ايه عشان نقوم بيه في المحافظات ان الأخرى؟ احنا نوعي الشباب اللي حوالينا، نوعي الشباب، احنا من الشباب، من جوه الشباب، لان احنا اللي نبدا بنفسنا زي ما قلت في البدايه. المحافظ ونزوله بيفرق، ممكن يفرق اكيد معانا في طبعا دور النقطة دي؟ الرقابه مهم جدا. آه. وعايز اقول لك على حاجه، احنا كمان لينا دور كمان كدور رقابه. كويس. احنا ان احنا نقول للحكومه في كذا، في تقصير هنا يا جماعه، في حاجه هنا لازم نتكلم، لازم نقول. مش شرط الحكومه هي اللي تيجي تبقى هي اللي تعمل رقابه. تمام. الحكومه مش هتعمل كل حاجه. تمام. لازم احنا نقول لازم للشباب. نكون رقباء على أنفسنا. بالظبط. تمام. النهارده عايز تحافظ على بيئتك، عايز تخلي النهارده بيئتك، النهارده في مرض بيواجه، في وباء بيواجه النهارده العالم كله. انفلونزا الخنازير ديت هتبدا مقالات، بس هو الحمد لله مئات. لسه ما وصلش لمرحله الوباء يعني. هو ما وصلش لمرحله احذروا ان الوباء، هو بس يوصل احنا لازم لمرحلة نحافظ. ما هو الوباء. احنا لازم نواجه. لازم نواجه. تمام. النهارده بتشوف في التلفزيونات، بتشوف النهارده المدارس، العالم كله بيتكلم. السلوكيات. طيب هتسمعنا ايه؟ نقول حاجه قديمه. قديم لمين؟ نقول حاجه، انا بحب محمد فوزي. فوزي. حبيبي. ده الكينج ده. ايوه اكيد طبعا. طبعا، يعني راجل ده رومانسي. كان سابق عصره. ده مطرب الرومانسيه يعني، ما تمام. تنساش. وعبد الحليم، لا عبد أكيد هو الحليم عبد هو الحليم. ملك الرومانسيه، بس فوزي كان سابق عصره بألحانه بكلماته بطريقته، يعني لغايه دلوقتي بنسمع فوزي بنبقى صح، مستمتعين. اغاني عايشه في بالظبط. وجداننا لحد دلوقتي. اتفضل. نقول تملي في قلبي يا حبيبي، وانا عايش غريب عنك. تملي ولا انت داريبي، وانا بشكي لك منك. تملي في قلبي يا حبيبي، وانا عايش غريب عنك. تملي ولا انت داريبي، وانا بشكي اليك منك. انا بشكي اليك منك يا يا حبيبي، يا ساكن في الهوى قلبي، وساكن في الديار جاري. يا ساكن في الهوى قلبي، وساكن في الديار جاري. جمالك كل يوم جنبي أسرني وانت مش داري. معاك بعنايا وكفاية تنور ليا دنيايا. معاك بعنايا وكفاية تنور ليا دنيايا. انا بشكي اليك منك يا يا حبيبي. تملي في قلبي يا حبيبي، وانا عايش غريب عنك. تملي ولا انت داريبي، وانا بشكي اليك منك. انا بشكي اليك منك يا يا حبيبي. جميل. مستقبل التليفون معانا عادل على التليفون. يا عادل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ محمد؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ فاكرني كده الاسبوع اللي فات كلمتني الاسبوع اللي فات؟ ساعة موضوع الدراسة والشغل، وقلت لك انا شغال مع الدراسة في نظم معلومات وكده. ازيك يا عادل؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ انا الحمد مبسوط لله. انك كلمتني تاني. ايه؟ مبسوط انك كلمتني تاني. لا والله انا مبسوط اكتر والله اني متابع البرنامج يعني، والله هم شركوا كويسة قوي والله يعني. ربنا يخليك، ربنا يخليك. قول لي يا عادل، اتفضل. ممكن تنزل تنظف؟ انا صراحة والله انا على فكرة ايجابي جدا، ودي حاجة انا اصلا بعملها يعني النهارده. بتعملها؟ يعني النهارده والله النهارده اقرب يوم، النهارده مثلا صلاه الفجر النهارده وانا جاي لقيت قدام بيت واحد جارنا على طول، لقيت قدامه زباله والله من غير ما حد يتكلم. كنت دخلت بيتنا جبت شنطه وجبتهم دخلتهم جوه بيتنا، ما فيش مشاكل وكده. طيب كويس. انت ليه عملت كده؟ هو اولا انت عشان نظام الايمان، ثانيا عشان دي يعني ده الشارع بتاعي يعني، فالطبيعي ان انا احافظ عليه يعني. طب احنا عايزين الشباب كله يعمل كده. محتاجين ايه؟ محتاجين الايمان، محتاجين الدين. هو طبعا، لان هو الدين هو المنهج بتاعنا والدستور بتاعنا. تمام. وبعد كده اهم حاجه بقى الانسان نفسه هو عايز يبقى ايجابي. ما في ناس عندها حته ان يبقى عايز يتغير، وفي واحد ما عندوش، هو بيسمع للتغيير كمان من جواه ومش عايز يتغير. فاهم حاجه بقى الانسان من جواه عايز يتغير. كل انسان مننا جواه الخير والشر،
بس اهم حاجه هو فعلا من جواه ان هو عايز يتغير، مش بيقول انا عايز اتغير بكلام، لكن كفعل مش موجود. الخطوه ان 200 شاب تواجدوا في محافظه الجيزه ونزلوا نظفوا الميادين العامه مع السيد المحافظ، كان ليه دور معاهم. هل تفتكر الموضوع ده احنا محتاجينه يكون في تفاعل من محافظين مصر كلهم؟ اكيد طبعا، لان لو كل مسؤول مثلا اهتم بالجهه اللي هو فيها، اكيد الجهه اللي هو فيها دي هتنهض. لكن المشكله ان كله يعني ايه بيبقى مش عارف صراحه اقول لك ايه، يعني بتاع المسؤولين مش عارف عندنا في عندهم ايه، الله اعلم مشغولين، مش عارف اقول ايه صراحه. لكن يعني انا مثلا لو حمله زي كده جت لي دعوه والله اروح ما اتاخرش. عادل انا بشكرك جدا على مشاركتك وشكرا ليك. وعادل بيقول لي لو الدعوه سمعناها والله هروح ما اتاخرش. ما انا بقول لحضرتك هي عمليه، هل احنا محتاجين هي دعم وتشجيع حضرتك. انا مش ممكن مثلا هلاقي الاجهزه المحليه عندي في المكان اللي انا عايش فيه بيشجعوا على النظافه، لان هي مشكله النظافه مشكله بتعاني منها معظم الاماكن في مصر. فانا مش هلاقي مثلا الدور المجالس المحليه مثلا بيوعوني وبيقولوا في لازم يبقى في دعم وفي مشاركه، وانا هكسل طبعا. هي العمليه عمليه تشجيع ودعم. بعد كده انا هبدا اعمل. لكن انا لما اشوف مثلا هو في كل حاجه لازم المقصود بالدعم. الدعم حضرتك انت عايز انهي دعم ان في لازم في موظفين لازم يبقى في تخطيط على الاقل. اخطط ازاي بلدي تكون نظيفه، في يعني دوله نظيفه راقيه خاليه من التلوث من الامراض الوبائيه. يعني انت بتتكلم تخطيط، لازم يبقى في تخطيط، عمليه تخطيط، وفي تخطيط طبعا تخطيط. ازاي اجنده خاصه بالزباله، يبقى في افكار 1 2 3 4. واحد، اوعي الشباب ازاي في المستقبل اربي الطفل او اعلمه من صغره ان هو ازاي يبقى نظيف، يحب النظافه. بس هو سلوك. خلاص طالما اتعودت بقى خلاص بعد كده. صحاب ولا لا؟ طبعا. هل ممكن تغنوا حاجه مع بعض؟ اوكي اكيد بجد؟ طيب ماشي. انت عايزهم يختموا يعني الشوق مع بعض؟ مش عايز غير كده. طب يلا هتسمعونا ايه؟ ممكن نسمع الاستاذه ميادة حبيبي جدا. استاذه ميادة زميلتنا. لا ميادة الحناوي. ميادة الحناوي طبعا. طبعا ده ميادة الحناوي مطربه قويه جدا يعني. طبعا. اتفضل. حبيبي جيت في الدنيا دي إلا عشان أحبك يا حبيبي. جيت في الدنيا دي إلا عشان أحبك، عشان يدوب عمري من جرح غدرك بدري، عشان يدوب عمري من جرح غدرك بدري. شمعة ورا شمعة وتعيش انت لفرحي يا حبيبي، فداك انا وسنين اللي جايه، فداك قلبي اللي حبك يا حبيبي، فداك انا وسنين اللي جايه، فداك قلبي اللي حبك. امشي وغني فوق دمعي ودمي، ولا تنزلش دمعة ليلة فوق خدك.